السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. التجمع الخامس النهارده بنسلم مطبخ جديد، مطبخ من خامة الكلادنج ضد الكسر. خليكم معايا هقول لكم ازاي وزعنا الاجهزة بتاعة المطبخ وازاي قسمناها وازاي نسقنا كل حاجة فيه. المطبخ ده فيه اكتر من جهاز، في حوالي 5 6 اجهزة او اكتر. إيه طبعا مع الديزاين مع الشكل مع توزيعة الاجهزة مع الكلام ده كله هشرح لكم المطبخ بالتفصيل. يلا بينا. طبعا اول حاجه بنخش في اي مطبخ بنشوفها هي اماكن الصرف والميه واماكن الغسالات. لو في غسالات في المطبخ، عندنا المطبخ هنا في حوض وفي غساله اطباق في المنطقه دي، وهنا دي منطقه الحوض. طبعا بيحكمنا اماكن الصرف لان احنا بنيجي معظم المطابخ بعد ما بتكون اتاسست سباكه، فبيبقى فاضل لنا مكان التلاجة والبوتاجاز وبقيه الاجهزه. فبنحاول ان احنا ننسقها بالترتيب بحيث ان هي تديني افضل مساحه وافضل حريه في المطبخ. زي ما احنا شايفين حريه الحركه في المطبخ عندنا هنا. طبعا اخترنا الجدار ده يكون عليه البوتاجاز بحيث ان انا يبقى عندي هنا البوتاجاز وفي ظهري الحوض لو انا هجيب من الحوض واطبخ على البوتاجاز. تاني حاجه مكان التلاجة جبناه هنا جنب العمود. هنا كان في مكان تاني طببناه وقفلناه وحطينا هنا مكان التلاجة بتاعتي بحيث ان هي تخدم معايا على مثلث الحركه. يبقى عندي تلاجة، بوتاجاز، حوض، يبقى انا عندي والمساحه في النص معايا مرتاحه. يبقى انا عندي المكان كله مرتاح وانا شغال في المطبخ وانا مرتاح ومبسوط. دي حاجه. هنا عندنا طبعا الاجهزه بيلت ان، فعملنا هنا في التاور دوت هنا مكان الفرن بتاعي، فرن 60. طبعا احنا بننزل عن مستواه عن مستوى الرخامه شويه عشان وانا بفتح وبقفل يبقى كل حاجه قدامي وانا واقف مفيش اي اعاقه معايا. وعملنا تحتيها درج حلل كبير بالشكل ده زي ما احنا شايفين. فوق في منطقة الميكروويف هيتحط هنا فوق الفرن على طول. وطبعا كل حاجة معمول لها التهوية الخاصة بتاعتها بحيث ان هو ايه ما يحصلش اي حاجة. وعندي فوق هنا ضرفتين برفين كبار بالعمق بتاع الدولاب كله للتخزين. جينا هنا عندي هنا طبعا البوتاجاز بتاعي هيبقى في الجزئية دي. عملت شمال ويمين 2 ترولي زيت، وهنا عملت درجين صغيرين تحت بعض للبوتاجاز والدرج الكبير. هنا عندنا انبوبه لسه الغاز مركبش، فعملنا هنا في الجزئيه دي مكان للانبوبه هيتحط هنا. وهنا استغلينا المساحه دي باتنين رف تخزين بالمساحه الكليه دي كلها. وطبعا فوق لازم الشكل يبقى ماشي مع بعضه. عملنا ضرفتين برضو فوق مساحات تخزين. وهنا شمال ويمين البوتاجاز برضو عملنا الضرفتين. وهنا فوق هنا ضرفة القلاب اللي هيتركب فيها الشفاط من تحت. ده كان الجزئية دي. طبعا زي ما احنا شايفين الرخام بتاعنا لسه مركبش، لسه هيبقى فيه مرحلة تانية للرخام. نيجي للبارتيشن ده او الجزء ده بتاع الجدار فوق التلاجة. عملنا ظرف قلاب للتخزين برضو بمساحة التلاجة كلها. وهنا دولاب مقشات. عندي المقشات بتاعتي عندي المقشات بتخرج من بره وتدخل بكل سهولة وبنقفل الضرفة. وهنا استغلينا المساحة فوق 3 أرفف للتخزين. وفوق الحوض مباشرة طبعا عملنا المطبقية الهيدروليك بتاعتنا تنزل تحت وانا واقف. يبقى انا غسلت مواعيني وحطيتها مثلا في الجزئية دي، بنزل المطبقية واحط فيها كل حاجة، او العكس بنزلها باخد منها كل حاجة وتترفع معايا بكل سهولة. يعني تنزل بكل سهولة وتطلع اهي. وهنا عملت ضرفتين قلاب بعد المطبقية وكملت ضرفة في النهاية فوق الاسبتة. طبعا هيبقى عندي هنا رخامة المساحة بعد الحوض الرخامة دي كلها تبقى فاضية. فعملنا هنا 3 سبت بامبو للسبت والخضار والبصل والثوم والكلام ده كله. بس كده ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتابعنا على الفيسبوك لو انت مش مشترك. كان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.